مساء الخير، مساء النور عليكم وعلى كل مستمعينا في كل أرجاء الوطن العربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية فيديونا بتاعنا بيتكلم النهاردة عن إن نادي الزمالك لعب امبارح مباراة قدام مودرن فيوتشر، شوط أول ولا أروع. شوط أول ولا أروع، بداية من باك يمين باك شمال، وينج يمين وينج شمال، قلب ملعب، عرفت تظبط قلب الملعب كويس، عرفت انت تكسب. قلب بكورة، عرفت تظبط نص الملعب، عرفت تمسك كويس، انت خلاص برنس في نص الملعب. كان عندي مشكلة بس في حتة ان هي عبد الله كان قدام ناصر ولا لا. عبد الله فضل بره وناصر قدام، تمام. وده بيخلي عبد الله حتى قليل أوي في الظهور، تمام. خدنا بالنا في ماتش بتاع الزمالك في كاس كان في كاس السوبر، كاس مصر، كاس السوبر، الماتش ده بتاع الاهلي بتاع 2-1. عبد الله كان ورا، لكن لا، خلى الدنيا كويسه جدا وبيلعب كوره حلو معاك كمان. حته ان هو انت عندك مهاجم زي وداد الدباغ. اخر سنتين ليه كانوا في الدوريات اللي بيلعبوا بره كان وحش جدا جدا جدا، يعني مستواه كان وحش قوي قوي، لحد ما عرفنا ان الزمالك حاول تتعاقد معاه عشان ينشط الجهه الهجوميه. ومرات الجزيري كانت اتريقت عن ان هو سامسونج برو ماكس، حركات لا داعي يعني انا اقوله. تمام تمام تمام. الزمالك بقى بيفلت، شوف انا بقول لك بيفلت من تعادل او هزيمه محققه امام مودرن فيوتشر، وابو جبل فوت المباراه. في الهدف الثاني ده واضح قدام الجميع ان ابو جبل مفوت المباراه جدا، والزمالك بيفلت من هزيمه او تعادل محقق. ده كان كلام جمهور الاهلي، ان الزمالك بيفلت من هزيمه محققه. تمام تمام. حته بقى ان هم يا جماعه، انا عايز بس اقول حاجه. الزمالك جاب جونين، الجون اللي جه في الزمالك جه بهدف من لعيبه الزمالك. ده مبدئيا وصلت الفكره ان محمود ونش جاب جون فينا غلطه كده في الهوا، طاير برجله ما عرفش. فعواد حتى يعني ردة فعل عواد صبحي كانت كويسه، فحتى يعني لما شال ما كانش احسن حاجه. ناصر ماهر ما اشوفكش في ملعب تاني بتلعب قلب ملعب، يعني تلعب قلب بس ما تلعبش وينج. كايد قلب ملعب مش وينج. عايز تلعب وينج بانزا وبديله، تمام، هيبقى حد من لعيبه نص الملعب، هيبقى كايد مثلا. تمام تمام. او خلي احمد شريف مكانك يعني. وينج يمين بريزا عيل عالمي ممتاز، يا رب يمنع عنه العروض الأوروبية والخليجية زي الدنمارك والفتح. خلي بالك دنمارك وفتح، خلي بالك دنمارك وفتح الاتنين ربنا يبعدهم عن لعيبة الزمالك وعن ولاد مخصوص. وعندك يبقى البديل بتاعهم معالي ده برضه كويس. اتمنى اشوف احمد حمدي في ملعب، اتمنى اشوف اسماعيل، اتمنى اشوف الدباغ في وقت اكتر، واشوف الجزيري، وما اشوفش دونجا كتير. اشوف الترجيع بتاعت امبارح تاني، اشوفها تاني بيلعبوا مع بعض تاني ويلعبوا، وفي تناغم بينهم هم ال 11 لاعب مع بعض، بيلعبوا تقسيمات مع بعضيهم، يجربوا الدنيا، يشوفوا فين بعض كانت عامله ازاي. بانزا وبريزا كانوا عاملين شغل حلو قوي امبارح. فده الملخص. والاهلي عنده مباراه الاسبوع الجاي قويه جدا. نتمنى التوفيق للفرق اللي هتلعب قدام النادي الاهلي، عشان محدش طايق الاهلي عموما في اي حته في مصر.